بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. هنتكلم النهاردة عن هموم ومشاكل وزارة كان بيتقال عليها فيما سبق إنها وزارة الكعب العالي، إشارة لوضعها الاقتصادي المتميز، لكن يمكن بعد الثورة أصابها اللي أصاب كتير من المؤسسات والكيانات الاقتصادية، سواء الارتباك، الوقفات الاحتجاجية، الإضرابات، الاعتصامات. وزارة الطيران المدني سواء وضعها الاقتصادي أو المالي حاليا هل بتمر بأزمة فعلية؟ الكلام عن الفساد، الكلام عن محسوبيات وتعيينات بالواسطة وما إلى آخره، كل الكلام ده بيثار سواء داخل الوزارة أو حتى خارج الوزارة، إن في ملفات كتيرة لازم يتم فتحها، وفي وضع اقتصادي صعب داخل قطاع الطيران المدني أو وزارة الطيران المدني. المهم هنتكلم النهاردة مع المسؤول الأول عن هذه الوزارة بعد حلف اليمين بالأمس أمام الرئيس، المهندس المهندس وائل المعداوي وزير الطيران المدني الجديد، خلفا طبعا للمهندس سمير إمبابي. اهلا وسهلا بحضرتك وشرفتنا يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. سياده الوزير، يعني احدث تصريح لحضرتك، ويمكن ده اللي خلاني اربط ما بينك وما بين المهندس سمير إمبابي، انك قلت انك يعني مش هتبتدي من الصفر، هتبني على اللي كان قبل كده وعلى اللي اتحقق وقت المهندس سمير إمبابي. يعني انا كنت الشخصيه نمره 2 مع الوزير سمير إمبابي. يعني صحيح. انا كنت رئيس الشركه القابضه للمطارات والملاحه الجويه، وصاحب هذا المنصب يعتبر نمره 2 في الوزاره. فبالتالي كثير من السياسات اللي كان ايام الاخ والصديق سمير إمبابي انا كنت شريك فيها، يعني فبالتالي ما فيش معنى ابدا ان انا ابتدي من الصفر. زائد الحقيقه وزاره الطيران المدني حتى الوزير سمير إمبابي لما جه الحقيقه برضه لم ياخذ منحى ان هو يبتدي من الصفر ويتجاهل ما سبق. بالعكس احنا بنبني كلنا فوق بعض لانها حلقات متصله. ويمكن اللي خلى يعني الطيران المدني في مصر اليوم ما زال متماسك وقائم بالوجه اللي انا اعتقد انه ما زال مشرف، الحقيقه دي ان ما حدش حاول يهد ويبتدي من اول وجديد من المسؤولين الكبار، لانه يعني ملهاش علاقه بضيق الوقت او الفتره اللي ممنوحه خالص لانه ببتدي من حيث انتهى. يعني ما فيش، وهو برضه ابتدى من حيث انتهى المهندس حسين مسعود لما مسك مكان المهندس حسين مسعود. يعني ما فيش حد فينا بيبقى حريص انه يهد وبعدين يبني. ما ينفعش في الطيران المدني كمان الحقيقه. طب نبتدي يا سياده الوزير فضل. بالوضع الاقتصادي. ايوه، لان في كلام عن مديونيات، كلام بالتاكيد طبعا له علاقه بالوضع الاقتصادي العام وتراجع السياحه، فبالتالي نقص الايرادات. فعايزه اعرف من حضرتك الوضع المالي او الاقتصادي الحالي للوزاره ايه؟ تمام. وزاره الطيران المدني فيها 3 شركات قابضه. هي الشركه القابضه لمصر الطيران، أيوة. والشركه القابضه للمطارات والملاحه الجويه، والشركه القابضه للتدريب اللي هي فيها اكاديميه 6 اكتوبر. لو ابتدينا بالعناصر، انا ما اقدرش اقول ان هناك مشكله اقتصاديه في كل القطاعات. قطاع المطارات والملاحه الجويه حقق السنه دي ارباح بلغت 524 مليون جنيه. ده الحمد لله طبعا، بسم الله ما شاء الله. بس يعني ايه سببها؟ سببها الحقيقه انه قطاع شغال والناس اللي فيه، يعني حضرتك لو بصيت تلاقي الاضرابات والاعتصامات فيه كانت قليله جدا. احنا تواصلنا جدا مع الناس واشتغلنا جامد جدا الحقيقه في الفتره اللي فاتت. وحققنا الحقيقه طفره كبيره في الدخل، يمكن بلغت فوق الزياده عن السنه اللي قبليها اكثر من 200 مليون جنيه. انما طبعا برضو دخل الفلوس استخدمت في عملنا كثير من الاصلاحات لبعض الممرات، ويعني صرفنا جامد على ان البنيه، نحافظ على البنيه الاساسيه للمطارات. يعني كان الجول بتاعنا الحقيقه ان عندما تعود الحياه الطبيعيه لمصر ويعود الى مصر 18 مليون سائح زي ما تعودنا، يلاقوا المطارات كلها شغاله صالحه امنه مستعده لاستقبالهم. الحاجه الثانيه انه احنا بندرك ان الحركه الجويه في تنامي مستمر، وبالتالي ركزنا على ان احنا خطه بناء التيرمينالز اللي هي مباني الركاب، صالات الركاب والى اخره في المطارات المختلفه تستمر كما كانت مخططه. احنا خلصنا خطه خمسيه تنتهي 2012،
وبادئين من دلوقتي خطة خمسية جديدة من 2012 ل 2017 فيها استثمارات بحوالي 9 مليار جنيه. أنا عايز أقول أن هناك فرق كبير جدا بين الديون والاستثمارات. يعني أنا ما أقدرش أعتبر أن أنا لما أخد قرض من البنك الدولي وأبني تيرمينالز، والتيرمينالز دي تحقق أرباح وتدفع قروضها وتدفع مرتبات العاملين ولا تأخذ مليم من الدولة، لا أعتبرها ديون. يعني دي أعتبرها استثمارات وليست ديون. في هذا المنظور قطاع المطارات في وزارة الطيران المدني تبلغ ديونه للبنوك الخارجية أو جهات المنح الخارجي، لأنها معظمها جهات مانحة، مش مانحة بمعنى أنها منحة، إنما معناها أنها قروض ميسرة الهدف منها التنمية، زي البنك الدولي، زي بنك التنمية الإفريقي، زي بنك التنمية الكويتي وهكذا. دي تبلغ حوالي 5 مليار جنيه، كل أقساطها بتدفع بانتظام، والعاملين زي كل العاملين في الدولة زادوا في الفترة اللي فاتت، ومع ذلك محققين 524 مليون جنيه فائض أرباح للدولة. طيب ده عظيم. يعني حضرتك بتقول لي ان الخسائر، انا بتكلم على قطاع المطارات. ده القطاع الاول، ده القطاع الاولاني. طب بالنسبه للقطاعين التانيين برضو وضعهم ايه؟ نمسك القطاع الثاني. القطاع الثاني وهو قطاع التدريب لا يعاني مشكله حقيقيه، يمكن بيعاني من بعض مشاكل التمويل البسيطه، انما هناك صندوق تنميه الطيران بيدعم في حالات ان يبقى في حاجات بسيطه مطلوبه للادجستمنت بتاع الميزانيات والموازنات، وبيقوم بهذا الدور، والاكاديميه ماشيه على خير وجه وبتدرب طلابها، وما فيش اي توقف في حركه الاكاديميه خالص. يعني ما زالت تدرب طلاب الراغبين في انهم يبقوا طيارين او يبقوا موجهين جويين او يبقوا عماله فنيه في مجال الطيران، فيها اقسام كتير، وما زالت تعمل بكفاءه كبيره. يعني لم تتاثر الحقيقه كتير بالثوره. يعني الكل يتاثر طبعا بمطالب العاملين. ما ده كان سؤالي يا فندم، ان يعني كلام حضرتك يطمن، فازاي ده يتفق مع وقفات احتجاجيه واعتصامات واضرابات للعاملين من اطقم ضيافه يعني ليه ايه سبب؟ هو احنا ما زلنا بنتكلم في قطاع المطارات. قطاع المطارات غير بقى مصر الطيران. ننتقل لمصر الطيران. يا فندم. مصر الطيران طبعا عانت خسائر جامده جدا، لان مصر الطيران بقى الوضع مختلف. احنا يعني ليه المطارات يعني ما بتاثرش قوي زي هي؟ مش ما بتاثرش، هي قلت. يعني احنا كنا وصلنا سنه 2010 اللي احنا بنعتبرها السنه المرجعيه، كنا وصلنا لحوالي 750 مليون جنيه ارباح. احنا كنا دلوقتي 524 مليون جنيه، يعني نزلنا برضو بقدر ما نحبش انه يبقى موجود. يعني نتمنى ان احنا نرجع للسنه المرجعيه يعني. انما مصر الطيران بقى قصه مختلفه خالص. الطياره مكلفه جدا، الطياره اقساطها واجبه السداد دائما في موعدها، الطياره لو ما طارتش بتصرف وهي على الارض. يعني هناك ما يسمى بالفيكسد كوست في تكلفه التذكره، اللي هي ثمن الطياره، اهلاكها، التامين عليها، صيانتها، الفيز اللي بتدفع للمطار من حيث الباركينج والنافيجيشن والكلام ده. فحتى لو ما طارتش هي بتدفع، وقفتها خساره، وقفتها بتدفع وبتدفع جامد جدا. فالخسائر في مصر الطيران كبيره، انما انا يعني مش معتقد انها كارثيه. يعني بعض الناس بيبصوا للرقم ويتخضوا ان احنا عملنا خسائر في السنتين اللي فاتوا، وصلت حوالي 5 مليار جنيه مصري في السنتين السابقتين، إنما منهم حوالي 1.8 مليار جنيه خسائر دفترية ناتجة عن الإهلاك بتاع الطيارات. يعني حضرتك ثمن الطيارة بيقسم على 20 سنة، وبالتالي دفتريا كل سنة بنخفض قيمتها ب1/20. ال1/20 ده لو الطيارة ما طارتش وجابت فلوس تزيد عن هذا بيعتبر خسائر. فهي خسائر دفترية، الطيارة موجودة ما حصلهاش حاجة بس قيمتها قلت 1/20. فالخسائر دي مش خسائر فلوس سيولة اتدفعت أو راحت. بنتكلم على حوالي 3.5 مليار جنيه خسائر بقى بنتكلم عليها تؤثر على السيولة في مصر الطيران.
الخسائر اللي تؤثر على السيوله حوالي 3.5 مليار. دي حضرتك لو حولتيها الدولار دي 600 مليون دولار. ده ثمن 3 طيارات كبيره. مصر الطيران فيها 77 طياره، يعني مصر طيران لو بقت عندها 74 طياره مش هتبقى مصر طيران، يعني هتبقى من الشركات الكبيره يعني. يعني ما هيش حاجه كارثيه، انما احنا برضو مش هنبيع طيارات. والمعلومه الاقتصاديه وكابتن توفيق عاصي رئيس مجلس اداره الشركه القابضه لمصر الطيران كفاءه كبيره وله خبره كبيره وباع كبير في اداره مصر الطيران، وان شاء الله نشتغل سوا. عايز اسال على كده بقى، يعني هل في اجراءات في اقتراحات لتنشيط القطاع ده، قطاع مصر للطيران، تعويض الخسائر؟ في اجراءات كتيره جدا هم ابتدوا خدوها. يعني حضرتك السنه دي تشهد انخفاض شديد جدا في الخسائر نتيجه اتباع بعض السياسات الجيده في مصر الطيران. يعني اعتقد ان سنه 2012 2013 اللي مر منها لغايه دلوقتي حوالي 6 شهور هتشهد خسائر اقل بكتير جدا من السنتين اللي فاتوا، نتيجه انه ابتدى يبقى فيه ترشيد في نفقات كتيره. ابتدى يبقى فيه سياسه تجاريه مختلفه قايمه على الترويج التجاري اللي بيعترف بالواقع، بيتعامل مع الواقع، ما بيتعاملش مع السوق على انه سوق مضمون. يعني ايه يا فندم؟ مصر طيران عند كل المصريين شيء غالي جدا، والراكب المصري يروح على مصر طيران حتى لو هي اغلى من غيرها ما بيقعدش يحسب. لا وهي اغلى يعني شويه من غيرها. انما يعني هو بيرتاح، بيحس انه في بيته بيحس انه في مكانه. فما يجبش ان احنا نتعامل مع الراكب ده على انه مضمون. يجب ان سياستنا تكون سياسات تجاريه قايمه على اللي هو ده حضرتك تقصده بقى بسياسه الامر الواقع، انك ولاء المواطن المصري للشركه يبقى امر مسلم بيه زي ما بيقولوا يعني. واخده بال حضرتك؟ فالحقيقه السياسات دي ابتدت تؤتي ثمارها ولحد كبير، وواضح من الموقف المالي اللي انا شفته، كنت عضو مجلس اداره يعني بحكم البوزيشن بتاعي يعني قبل ما امسك وزير. فاطلعت على الميزانيه بتاعت ال6 شهور جيده للغايه مقارنه بالسنه اللي فاتت. كنت بقول لحضرتك قبل ما نطلع على الهواء بخصوص شركه مصر للطيران، وخبر كنت قريته ان الشركه نفسها بدات تناشد المصريين في الخارج اولا ما يلغوش اجازاتهم وييجوا على مصر لانقاذ هذا القطاع بعد طبعا تراجع السياحه. تشجعوهم ازاي؟ في عروض، في تخفيضات هتحصل؟ بالتاكيد الحقيقه حصل تخفيض جامد في الاسعار، يمكن اللي بيسافروا بشكل مستمر هيحسوا بيه. انه حصل تخفيض جامد اولا في الاسعار، وبقت اسعار منافسه جدا واقل كتير جدا من اسعار كثيره. حصل برضو في نقطه مهمه جدا في اداره الحركه الاقتصاديه قايمه على اختيار الطراز المناسب للخط المناسب. يعني بعد دراسه بتبقى لفتره بتبقى تدرسي حضرتك حركه الركاب على هذا الخط وتعرفي الاعداد المتوقعه على الخط ده لكل رحله قد ايه، وتطلعي بالتالي الطياره اللي تبقى نسبه الامتلاء بتاعها عاليه. لانك لو طلعتي طياره نسبه الامتلاء بتاعها منخفضه وخدت نفس العدد من الركاب انت خسرتي. يعني المكسب في عندنا رقم من المقاعد في كل طياره بنسميه البريك ايفن بتاع الطياره، هو اللي عنده بتتساوى المكسب والخساره. لو حققت اكتر منه يبقى مكسب، اقل منه في عدد الكراسي يبقى خساره. فبالتالي اختيار الطراز المناسب للخطوط المناسبه ده شيء مهم جدا جدا. طيب الخسائر اللي بنتكلم عنها يا فندم حتى لو كانت محدوده نوعا ما زي ما حضرتك بتقول وممكن يعني تعويضها، لا مش محدوده، الحقيقه مش محدوده، انما انا بقول انها مش كارثيه. مش يعني ممكن ان احنا ان شاء الله هنعبرها باذن الله، ومصر طيران هترجع مصر طيران خلاص باذن الله. لكن بتكلم بقى الخسائر دي ايا كان توصيفها بيتحملها العاملين؟ ده برضو مقدمه لسؤالي عن الاضرابات والوقفات الاحتجاجيه. طبعا تحملها السنه دي العاملين. يعني ما فيش شك انه مثلا كانوا بياخدوا 12 شهر ارباح، السنه دي خدوا 6 شهور. قالوا 6 شهور عن السنه اللي فاتت. فبقى في تنامي للاحساس بتاع لا احنا بنضر نفسنا قبل ما بس يا سياده الوزير هي ما كانتش ان وفقا لمعلوماتنا يعني حضرتك صلح لي، ما كانتش ان الارباح قلت، لكن كانوا بيتكلموا عن مساواه، ان في قطاع بياخد اكتر منهم، طب ليه؟ وفي اللي زي في نفس الدرجه والمساله مختلفه وفي معايير غير واضحه. مطالب العاملين حضرتك احيانا كثيره بتكون مطالب مستحقه، وبرضو احيانا كثيره بتكون غير مستحقه.
لان مهنه الطيران فيها مهن عديده، وكل مهنه كارير مستقل له سوقه، وبالتالي مرتباته ومزاياه بتخضع للسعر الدولي والعالمي لهذا الكارير. يعني حضرتك لو جبت طيار النهارده واديتي له قلت له والله انت تتساوى بالمهندس مثلا او بالضيافه او باي مهنه اخرى، هيسيبك ويروح شركه ثانيه عرض عليه السعر الدولي له. نفس الشيء برضو المهندس، نفس الشيء المضيف او المضيفه. اذا يعني المساواه المطلقه هنا مش مطلب مستحق، انما انه ياخد حقه وانه ينظر الى اعاده هيكله مساله الاجور والمرتبات، مش لازم المساواه يعني. بالتاكيد بالتاكيد. ده هيحصل طبعا بيحصل. هو البروسيس مستمر الحقيقه على طول. يعني حاصله يعني بيحصل دائما ان احنا بنقعد معاهم وبنعرف مطالبهم، لان وقفاتهم واعتصاماتهم يا سياده الوزير حضرتك ادرى مني عطلت الملاحه الجويه، برضو سببت في خسائر، فهي مصلحه اولا واخيرا سواء بالنسبه للعاملين او للقطاع نفسه او للوزاره. والله انا كل اللي بطلبه من الاخوه والاخوات الزملاء والزميلات في قطاع الطيران المدني كله، سواء كانت مصر الطيران او قطاع المطارات او التدريب او خلافه، انهم يعبروا عما يريدوا، واحنا كلنا اذان صاغيه وهنسمع لهم كويس جدا، دون اللجوء الى تعطيل العمل، لان تعطيل العمل بيضر البلد في المرحله اللي احنا فيها، وبيضر الشركات ضرر بالغ جدا، اللي هي انا اعرف انهم حريصين عليها اكتر مني. والمهم ان الرؤساء والقاده لابد انهم يفتحوا قنوات مفتوحه ودائمه للحوار مع العاملين. ويمكن ده كانت سمه من سمات قطاع المطارات، يعني احنا يعني هناك حوار دايما مفتوح مع العاملين. انا كنت عامل يوم الاثنين من كل اسبوع من الساعه 12 الظهر الى ما شاء الله عاده كنت وهتستمر في الحوارات دي بعد ما بقيت وزير يعني؟ طبعا بالتاكيد، ده بالتاكيد. طيب عندنا كم مستشار سياده الوزير في الوزاره؟ يعني انا ما اقدرش اقول العدد، انما العدد منخفض جدا، يعني في السياسات اللي اتخذت الفتره اللي فاتت قللتهم جدا. تقريبا المستشار يعني انا مثلا اقول لحضرتك، يعني احنا كان عندنا مثلا في قطاع المطارات عندنا واحد حاليا، واحد اللي بيشتغل كان قبل فوق سن 60. كان عدد كبير قبل كده. تمام. كان عدد كبير قبل كده فوق سن 60. ورواتبهم او مكافاتهم مكافاته احنا حاطين سيلينج للمكافاه، بحيث انه رئيس القطاع مرتبه اكبر من مرتب اي مستشار، يعني مرتبه اقل من اي مستشار، مرتبه اقل من رئيس قطاع. يعني ما عندكمش عبء مالي ليه علاقه بالمستشارين ورواتبهم؟ لا خالص. بس انا عايز برضه اقول على حته المستشارين، يعني يعني لا ينبغي، يعني في حاجات ساعات بتجتزأ نتيجه ان انا بستخدم يعني يافطه لا مستشارين، لا دي عمليه خطيره جدا، ساعات بتحتاج خبرات خاصه جدا مش موجوده عندك، واذا ما لجأتش لجهه استشاريه او لمستشارين يبقى انت هتخسر، هتضطر انك انت تجتهد في غير مجالك وتاخد قرار غلط. فالموضوع لا ينبغي انه احنا نحط يفط ونتطرس خلفها وبشكل يضر المهنه، انما برضه لا ينبغي ان تكون توسع في مدخل برضه. بالظبط، لا ينبغي ان يكون مدخل لفساد، لا ينبغي ان يكون ناس قاعده ما بتعملش حاجه وبتاخد مرتبات، او بفتح المجال لان الناس تبقى فوق ال60 وتقعد ما تعملش حاجه وتاخد مرتبات. الكلام ده مرفوض. انما لا يعني زي ما حضرتك مثلا ناخد انا قلت حاجه في واحد في الواحد اللي جبناه ده خبره كبيره جدا في مجال الانشاءات، لان احنا بنتعامل حاليا مع مشروعات انشائيه عملاقه جدا بالمالتي مليون دولار يعني. وبالتالي لازم يكون مثل هذه الشخصيه موجوده. كما نستفيد برضو حتى بنتعاقد مع جهات استشاريه، شركات بشكل استشاري، ودي نفقاتها عاليه جدا، اعلى من ان انا يعني اعين واحد او 2 مستشار. فهي العمليه ما يجبش ان احنا نترس خلف اليفط، وفي نفس الوقت ينبغي ان انا لا اتركها باب للفساد. اساءة استخدام. طيب من حضرتك اتكلمت على الفساد، بعد الثورة بنفتح ملفات الفساد في كل الوزارات. وزارة الطيران المدني برضو يعني في أصابع الاتهام بتشير برضو في ملفات فساد، بيتقال في عناصر من الثورة المضادة داخل الوزارة ويجب تطهيرها، من النظام السابق موجودين وبيحاولوا برضو إفساد الوزارة.
الملف ده حضرتك برضو موجود في الوزاره وما زلت وعلى راسها دلوقتي، ازاي بتتابع المساله دي؟ حضرتك اي مجتمع بشري فيه الصالح وفيه الطالح، يعني ان انا اتصور انه مجتمع من الملائكه يا اما مجتمع كله فاسد اسف لا اتفضل. يعني كوني اتصور انه يا اما مجتمع من الملائكه يا اما مجتمع فاسد، ده طبعا تصور سطحي جدا الامور. احنا مجتمع من البشر وجزء من المجتمع المصري، فينا الصالح وفينا الغير صالح، وبالتالي المهم ان المنظومه لابد ان تفرز باستمرار الغير صالح وتستبعده اولا باول وتحاسبه كمان عشان ما نشجعش غيره. لما بنكتشف اي حاله فيها فساد او فيها حاجه زي كده بنحيل الاول، لو الخطا ده اداري بنحيل للنيابه الاداريه، لو الخطا ده خطا مالي بيحل للنيابه العامه مباشره. هناك قضايا ان النيابه الاداريه نفسها اللي حولتها للنيابه العامه لما شافت فيها اهمال جنائي، وينبغي ان احنا لا نسكت على اي قضيه نشوف فيها انحراف. اي انحراف غير مقبول، اي انحراف في التوقيت ده او في اي توقيت الحقيقه غير مقبول. صحه السيستم، صحه النظام في قدرته على فرز هذه الحالات اولا باول والتخلص منها اولا باول. طيب انا هروح لملف لكن ليه علاقه برضو بنفس الملف اللي بنتكلم فيه، ومش هقول سر لان سياده الوزير قبل ما يعني نطلع على طول وكنا بنتابع طبعا الجزء الخاص باخبارنا في بدايه الحلقه والاوضاع الامنيه والحوادث الكتيره، فكنت باخد راي سياده الوزير كده يعني في الحوادث اللي احنا غير معتادين عليها والجهد اللي بتقوم بيه الداخليه حاليا، لكن برضو مش قادره تتعامل مع كثره الحوادث واختلاف يعني اساليبها والطرق دلوقتي الخاصه بالخارجين عن القانون. قال لي سياده الوزير لا ما ينفعش، وزاره الداخليه المفترض انها تستعين او طيارات. تطور من ادائها وتاخد طيارات، تستعين بطيارات. الحقيقه هو طيارات الهليكوبتر واستخداماتها مع وزاره الداخليه موجوده في العالم كله، ما هيش بدعه. هي المشكله ان مصر استجد عليها انواع من الجرائم لم تكن تعرفها، تتطلب الانتقال السريع جدا لمكان الحدث او مطارده الناس بمنتهى السرعه، سواء كانت حوادث بلطجه وارهاب أو كانت حوادث سطو على بنوك. أحيانا بنك لو حصل عليه سطو عشان تروح له عربيات نجدة وتروح له الكلام ده في ظل حركة المرور اللي عندنا بيبقى خلاص الموضوع اتنسى يعني بيبذل بقى في جهد جامد جدا جنائي بحثي ان انا ادور على الجناه، في حين انه في كل العالم بيبقى الانتقال الاسرع هو استخدام طيارات الهليكوبتر. طيب احنا المعروف بالنسبه لنا دلوقتي او اللي وصل لنا ان وزاره الداخليه بالفعل بتبحث الكلام ده وهتبتدي تشتغل فيه، وانشات بالفعل اداره للطيران داخل الوزاره وهتبتدي من نص السنه دي. تمام. انا قرات عن هذا الموضوع الحقيقه. ما انا عايزه اعرف بقى ده. لا الحقيقه ده تعين لها كمان يعني رئيس ليها او مدير ليها. لا ما حصلش اي لسه اتصال، انا لسه حالف اليمين امبارح يعني. ما حصلش اي اتصال، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه. عامل لهم تخفيض يعني. احنا ما عندناش طيارات هليكوبتر بس انا كنت رئيس شركه سمارت للطيران، وانا استخدمت الطيارات الهليكوبتر في غسيل اعوازل ابراج الكهرباء قبل كده، وكان لها مردود اقتصادي جيد جدا في تقليل الفاقد من الكهرباء، ولا ينبغي اطلاقا ان احنا نتردد في استخدام الطيارات في التطبيقات التي تتطلب استخدام الطيارات. واي استشاره للسيد وزير الداخليه هتلقى طبعا مني كل اهتمام يعني. طيب حضرتك مهندس وضابط سابق طبعا في القوات المسلحة، عسكري ليك خبرتك يا سيادة الوزير، ويمكن أنا عايز أسألك بخصوص الكلام اللي بيتردد حاليا إن المهندس وائل المعداوي ممكن يكون آخر وزير لوزارة الطيران المدني، وإن اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية إبعاد القيادات العسكرية عن الوزارة، سواء يعني يبقى على رأس الوزارة أو بالنسبة للقطاعات المهمة داخل وزارة الطيران المدني. قريت سمعت عندك التخوف ده؟ شايف أي بوادر داخل الوزارة لا ناحية هذا الاتجاه؟ خالص. هو في وقت من الأوقات طبعا كانت المشاعر أيام المجلس العسكري على وجه الخصوص، رغم الجهد اللي أنا بعتبره الحقيقة جهد مشرف جدا لجزء من المجلس العسكري للحفاظ على مصر وعلى جيش مصر في هذا التوقيت، ويمكن التاريخ هيكون أكثر إنصافا للمجلس العسكري مستقبلا فيما فعله. انما
المشاعر كانت اياميها مشاعر كلها نتيجه يعني الحوادث اللي ترتب عليها شهداء وترتب عليها دم. كانت المشاعر مشحونه ضد العسكريين. الشعب المصري شاف انه الجيش المصري هو جيشه، وانه هو اللي واقف في سيناء بيدافع عنه، وهو اللي بيدور على امن سيناء في الوقت الحالي. والقوات المسلحه رجعت ثكنتها والتزمت بالدور اللي هو مطلوب منها، وعلى رأسها الحقيقة سيادة الفريق السيسي، فتح السيسي، شخصية شديدة الوطنية وشديدة الإحساس بأهمية القوات المسلحة للبلد. حضرتك لما تيجي تبص للموقف العام، القوات المسلحة هي الجيش العربي الوحيد المتماسك حاليا في المنطقة العربية كلها. صحيح. الجيش العربي الوحيد اللي بهذا الحجم وهذا الماجنتيود وهذه القدرات العسكرية المتماسك في المنطقة العربية كلها في الوقت الحالي. حتة بقى العسكريين في الطيران، ودي جزئية مهمة جدا. هل الأفضل يكون على رأس وزارة بحجم وأهمية وزارة الطيران المدني مدني أم عسكري؟ ما تفرقش. الأفضل أن يكون من هو أكفأ، من هو أقدر، من هو أكثر تدريبا واستعدادا وإعدادا. واعتقد ان ده التفكير اللي اخذ بيه السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهوريه لما اختاروني. مش لان الاكفأ والاشطر، ما اقصدش، انا اقصد انه ما كانش فيه حساسيه ان ليا خلفيه عسكريه. أيوة. لان انا بقالي 12 سنه سايب القوات المسلحه، فانا بالتعريف انا راجل ذو خلفيه عسكريه، انما لست عسكريا. انا شغلت مناصب مدنيه عديده. انا بعد ما خرجت من القوات الجويه كنت نائب رئيس شركة خدمات البترول الجوية 8 سنين. ما أظنش حد فيهم حس إن أنا عسكري أو مدني أو الكلام ده، في كل العاملين معايا. وتربطني بيهم كلهم صداقات لغاية النهاردة، وأكتر ناس باركولي لما يعني توليت الوزارة كلهم، لأن صداقاتي بيهم كبيرة جدا. كانت مباركة فقط ولا البعض قال لك يعني ليه قبلت الوزارة دلوقتي في التوقيت ده ومع المشاكل والمدة بص يا فندم، يعني الخلفيه بقى العسكريه هي اللي بتفرض على اي مصري، مش على اي جندي، لانه ما هو جنود مصر ما هم مصريين. يعني الجندي المصري ما هو الانسان المصري المدني حتى المجند، تفرض عليه ان يكون في اي موقع يطلب منه انه يقاتل من اجل مصر فيه. مهندس وائل المعداوي وزير الطيران المدني، أنا بشكرك شكرا جزيلا على تشريفك لينا في الحياة اليوم. ربنا معاك ويوفقك يا سيادة الوزير. أنا اللي شاكر جدا لحضرتك. متشكرين يا فندم. نشوف حضراتكم بعد الفاصل.